السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة كريمة لايف. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والتيسير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي كاع المغاربة في هذا الشهر الفضيل كيديروها وكيحضروها، وهي الشباكية بطريقتي اولا بطريقه اللي كنصوبوها في الدار. مكونات بسيطه وسهله بلا تعقيد، لان بزاف كتجيهم ان معقده وفيها التبرزات بزاف وكاينين اللي ما كتصدق لهمش. المهم نشوفوا الفيديو وطريقه التحضير. لنتابع الفيديو. المهم غادي نبداو في المقادير. هنا درنا كيلو ديال الطحين في الهاشوار، هذه قبصه ديال الملحه، وهذيك الكره شويه ديال اللوز شاط من البريوات، المسكه الحره، هادوك القشوره ديال اللوز شاطو من الزميطه والبريوات. المهم المقادير نبقى نقولهم وهما هذا كاس ديال الزيت فيه شويه ديال الزيت الروميه، وغادي نكملوه بالزيت البلديه. المهم الزيت البلديه تكون اكثر من الروميه. غادي نديرو الزبده اللي ذوبناها نزيدوها على الطحين. المهم كنعتذر على التصوير حيت شويه هو القشور ديال اللوز. المهم راه مخلطين، راه فيه شويه ديال اللوز ماشي غير القشور. المهم راه جاو بنانين. هذه المسكه الحره طبعا. هنا القرفه وحبه حلاوه والنافع، وخلاصوا ديك القبصه ديال الملحه صحيح الذوق. كنطحنوا كلشي. هذه الخميره اليابسه، الخميره المعجونه الحبوب. خلطنا كلشي في الهاشوار كما قلت ساهله حيت غادي نخلطوا كلشي في الهاشوار. هذا الخل، زدنا الخل. غادي نزيدوا خميره ديال الحلويات. هذا الكيس ديال الخميره ديال الحلويات 7 غرام، 7 ولا 8، المهم كل واحد شحال فيه. كاس ديال الماء كنديروا فيه شويه ديال الخرقوم، وكاين اللي كيدير ديك الضامه ديال الزعفران الحر. المهم انا ما ريحتها ما كتعجبنيش. هنا درت جمعناها بالماء ودلكناها وقسمناها على هذا. هنايا كندلكو بسميتو كندلكو بالماكينه، وكنكملو بالاخر كنكملو بالمدلك. هي كندوزوها في الماكينه. دوك الطروفه عاد كنديرو هنا. غادي نوريكم طريقه ديال التشباك. هي راه طريقه سهله. هادي راه حيدنا لها اليد، ومن الاحسن ان دوزوها شويه في الطحين عاد تلكو. حنا راه خليناها هكا اكسبري باش تبان لكم كيفاش كتلصق. راه حتى كندوزوها في الطحين عاد هذا باش كيتحيد دوك وهذه كتجيب العبار حسن، يعني كتعطي العبار هو هذاك، ماشي بحال الجراره اللي ما عرفلهاش. ما يعني كنهضروا على المبتدئين، اما اللي مولف كيديرها راه عارف حتى العبار بالجراره. والتشباك راه طبعا راه ساهل، كاع الفيديوهات كيوريو لكم التشباك كيفاش كيدير. المهم كناخذوا جوج كنطيوهم المعلقه جوج، والثالث كنزيدو على الاول. هاين تنعاودوا الاخرى غادي تبان لكم. ثم كناخذوا الاول والثاني كندوبلوهم، دوك 4 كندوبلوهم، وهذا اللي بقى كنزيدو على الاول وكندوروه. هانتوما كناخذوا دوك 4 دوك الجوج كنضيفوهم على دوك الجوج الاخرين. كيبقى لنا واحد شايط، الخامس شايط كنجيبو كنحطو على الاول
وكنقلبو. نرى بزاف ديال الفيديو ورا بزاف ديال الفيديوهات كيوريو الطريقه التشباك. المهم راه باينه في الفيديو كيفاش الطريقه ديال التشباك. وطبعا هي راه ما كتبغي اللي يعاونك ما تكونش بوحدك. هنا راه كنا انا واختي ماشي غير انا. وهذوك الجناب من الاحسن يعني الا لقيتوهم طوالين يتقطعوا بالموس باش ما يجيش الديكور ديالهم معيق. وهنايا بدينا القلي، كنديروا الزيت سخن وكنبداو. المهم ملي تكون البوطه مجهده خصنا نقصوا لها، وكما قلت في الاول نرققوا سميتها العجينه باش في التدلاك باش تجينا مجعده. هذه العسل فاش غنطفيوها، وطبعا الشبكه فاش غادي كنصفيوها. هنايا ها هي كي جات راه كتجي فتيه ومجعبه. المهم هي راه كتفرتت. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. المهم انا ما حطيت لا في طبسيل لا والو، صورتها لكم في الشبكه ديالها. وهنايا كنزيدوا لها شويه ديال الجنجلان ولا رقائق اللوز على حسب كل واحد الاستطاعه ديالو، كل واحد شنو كيبغي. احنا هنايا راه مازال كنقليو داكشي باش ما صورتهاش فاش درنا لها سميتو. الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنسونيش من تعليقاتكم وانتقاداتكم البناءه. شكرا على المتابعه، والى فيديوهات قادمه بحول الله. مع السلامه.